السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى النهاردة أقولك على كل تكات وحركات الفراخ المشوية هنعملها في البيت وتبقى أحلى كمان من اللي بتجيبها من عند الحيتي. الأول في الكب بحط بصلاية كده وجزراية أكون مقطعاهم، أفرمهم الأول كويس جدا مع بعض، أحط بقى قرن فلفل حراق وكمان أعصر عليها ليمون على حسب الرغبة، لو حابة تحطي فلفل حابة تحطي بارد مفيش مشكلة. التوابل بقى شوية توم باودر، بصل باودر، وشوية كبة صينية، شوية ملح، شوية كمون، شوية كركم، شوية قرفة، ومكعبين مرقة، وشوية بابريكا، وشوية شطة صغيرين خالص. هحطهم بقى كلهم في الكبة، ولو عندك ورق ليمون، وانا ببقى طحنة جنزبيل على حبهان بيدي برضو بيفرق في الطعم. خلصت التتبيله بقى اغرق الفرخه بيها من فوق ومن تحت ومن جوه ومن بره، ومن عند الجناح ومن عند الصدر ومن عند الوراك. بصوا، اغرقها كلها، اعومها في التتبيله. السر بقى ان انا هحطها في التلاجة 6 ساعات، هو ده اللي هيخليها تشرب التتبيله ويبقى طعمها تحفه. 6 ساعات بقى افتحها كده كويس. عندك الستاند بتاع الفراخ مفيش مشكله، انما تجيش طبعا قالك اتصرف. فانا جبت ازازه بيبسي وحطيت الفرخه فيها زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هقطع خضار اللي هو عباره عن كوسه وجزر وفلفل واحطه تحت الفراخ. قولوا لي ليه؟ لان التتبيله هتنزل وهيعمل صوص تحفه. زي ما انتم شايفين حطيت الفرخه بقى وغرقتها بباقي التتبيله، وحطيت على الخضار كوبايه ميه، وبس كده دخلتها الفرن بالظبط ساعتين. يا ريتكم كنتوا موجودين عشان تشموا ريحتها خطيره، والف هنا وشفا.